لم تهدأ موجة الجدل والتساؤلات منذ ارتباط اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بنادي النصر السعودي بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد. كثرت التكهنات حول الراتب الذي سيتقاضاه رونالدو، لكن هناك إجماعا على أنه راتب خيالي ما كان رونالدو ليوافق عليه لولا أنه الراتب الأعلى في العالم، إذ قدر ب 200 مليون يورو متضمنا عقود رعاية وإعلانات. هذا الرقم الضخم جعل الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون: ما الذي يدفع ناديا للتعاقد مع لاعبا يعد أيامه الأخيرة ونهاية حياته الكروية؟ المتابعون يرون أن رونالدو لم يعد لديه ما يقدمه في هذا السن، ومن ثم يسألون عن الفوائد التي سيجنيها نادي النصر من هذه الصفقة الخيالية. على هذا السؤال نرجع قليلا للوراء ونجد أنه عندما انتقل دون إلى يوفنتوس الإيطالي قادما من ريال مدريد سنة 2018 في صفقة بقيمة 112 مليون يورو، ذكرت التقارير أن مبيعات اليوم الأول من قمصان اللاعب بلغت 520 ألف قميص. كان سعر أرخص قميص أصلي للنادي عبر المتجر الرسمي ليوفنتوس نحو 90 يورو، تضاف إليه 15 يورو أجرة كتابة اسم رونالدو أو أي لاعب آخر على القميص، فيصبح السعر النهائي 105 يورو. ولو ضربنا 105 يورو في 520 ألف قميص تم بيعها في اليوم الأول، لاستنتجنا أن 54.6 مليون يورو دخلت خزائن يوفنتوس قبل أن يصل رونالدو نفسه إلى تورينو. وحين جاء رونالدو من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي حققت مبيعات قميصه 32.5 مليون يورو خلال 12 ساعة فقط من طرحها عبر الموقع الرسمي لمنتجات النادي. فمبيعات قمصان نادي النصر السعودي هي أولى الفوائد التي سيجنيها الفريق من تلك الصفقة. الأمر الذي لا يتوقف على مبيعات القميص، بل تترجم الصفقة إلى أرقام كبيرة على مستوى شباك التذاكر والمتابعة للنادي في حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. ففي يوفنتوس شهدت حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي نموا في عدد المتابعين بنسبة 68%، وزاد عدد مشجعيه حول العالم من 385 مليون مشجع إلى 423 مليون، وارتفعت إيرادات يوفنتوس من عقود الرعاية والإعلانات منذ وصول الدون من 86.8 مليون يورو إلى 108.8 مليون يورو، بزيادة تصل إلى 22 مليون يورو. زاد عدد متابعي الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي على موقع انستغرام بالفعل أكثر من 1.5 مليون متابع ساعة الإعلان عن التعاقد مع رونالدو. ومن المتوقع أن تكون هذه الصفقة سببا في ارتفاع شعبية الكرة السعودية ككل، خصوصا أن عشاق النجم البرتقالي موزعون حول العالم، الأمر الذي يعني ارتفاع نسبة الاهتمام الإعلامي العالمي بالدور السعودي. ورونالدو سيقوم أيضا بدور كبير في الترويج لملف استضافة بطولة كأس العالم 2030 التي تسعى السعودية إلى تنظيمها بجانب دولتي مصر واليونان. وهذه الصفقة الخيالية سوف تفتح الباب أمام صفقات أخرى، إذ تردد بالفعل في الساعات الماضية إن هناك محادثات من أجل ضم نجوم كبار مثل راموس ومودوريتش لأندية سعودية، ما يزيد من قوة وتنافسية مسابقة الدوري السعودي ويجعلها محط أنظار العالم. وسلام، ونشوفكم بفيديو قادم.